حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا النهاردة بقى نعمل طاجن او فراخ بالخضار، بس ايه، مش هنعملها ولا في صينية ولا في اي حاجة. احنا هنعملها بكيس الحراري. انا هنا معايا خضار مشكل، معايا كوسة ومعايا بطاطس ومعايا جزر ومعايا قرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي، مقطعاهم تقطيعة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده عشان تتحمل السوا. وقرن الفلفل الحامي دوت عشان يديكي طعم وريحه للاكل. زي ما انتوا شايفين كده كوكتيل الخضار اللي معايا. هنا انا معايا بصلايه كبيره حلوه كده، وفص ثوم واحد بس عشان خاطر يديكي ريحه وطعم للاكل. معايا نص معلقه فلفل اسود ورشه كمون علشان خاطر طبعا الفلفل والملح والسبع بهارات هم دول اللي معايا، والبابريكا. هدعكم كده بايديا علشان اخلط التوابل تتخلط بالبصل، والبصل يطلع العصاره اللي جواه ويبقى مزيج حلو قوي، هيحليلي الفراخ وهيحليلي الخضار. انا كده يا دوبك عصرته بس حاجه بسيطه كده. وانا معايا هنا كيلو من الدبابيس، احط شويه عليهم بحيث ان انا اتبل الفراخ معايا، واحشي ما بين الجلد واللحم. زي ما احنا شايفين كده احشي ما بين الجلد واللحم، واقفل على الحشو من جوه زي ما احنا شايفين كده. كده انا تبلت الفراخ كويس، وكمان حشيت ما بين الجلد واللحم. كده تمام معايا. هنزل بكمية الخضار اللي معايا كلها، وهنزل ببقية البصل اللي انا كنت عاملاه، وهقلب كله في قلب بعضه. دي تسبيكة كنت عاملاها للمحشي، اخدت منها معلقتين كبار، وهقلب كل الخليط ده مع بعضه. وكان طاجن، او بصراحة كان طعمه خطير. هقلبه كويس جدا واحطه في كيس حراري يكون كبير. وزي ما احنا شايفين كده قلبنا كويس جدا. والصلصه اللي انا حطيتها دي حطت طعم جميل. ومعايا معلقه سمنه، معلقه واحده، لان كده الفراخ هتنزل من الدهون بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده بعد ما اتقلبت نزلت بقى في الكيس الحراري. لازم يكون الكيس كبير معايا علشان ما يبقاش قليل. وحطيت زي كوبايه ميه عشان هو كده الخضار هينزل ميته، فما تبقاش ميه كتير. ونزلت كمان بالفراخ علشان خاطر احطها على الوش، عشان خاطر دي تعمل وش، تاخد وش معايا. زي ما احنا شايفين كده رصيناهم على الوش عشان الصوص اللي ينزل من الفراخ على الخضار يتشرب منه. وهنا معايا صينيه فيها زي كوبايه ميه، وحطيت فيها الكيس الحراري بالخضار بالفراخ بكله، علشان لو الصينيه دي مفيهاش ميه هتطلع دخنه جامده قوي. وهنغز الكيس بحيث ان الهواء اللي هيعمله البخار اللي هيطلع من الثقوب دي ما يتكتمش جوه. هنا بعد ما استوت، بصوا انا مرضتش اولع لكم الكشاف عشان تشوفوا اللون بتاعها على الطبيعه، وهولع لكم برضو الكشاف. طعمها كان خطير. بصوا بعد ما ولعت لكم الكشاف اللون خطير خطير خطير، والطعم اخضر. جربوها واعملوا جنبها رز بشعريه او رز ابيض. بصوا الخضار دايب دوب والفراخ دايبه دوب. جميله وخطيره، وجربوها وعلى ضمانتي. بصوا هنا كنت بصور لكم وهم بياكلوا، معلش نسيت اصلا اصور بعد ما غرفت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.